هو عامل مساعد، يعني مفيش شك ان السينما عامل مساعد، التلفزيون عامل مساعد، الاذاعه عامل مساعد، المسرح عامل مساعد. كل جهاز بتصدر عنه الاغنيه هو عامل مساعد في سبيل انه الناس تتعرف على الاغنيه. لكن يعني النجاح الحقيقي للاغنيه ذاتها، النجاح الحقيقي في الغنوه ذاتها هو في المؤلف وفي الملحن وفي المؤدي. فيه ناس بتحب القصيد، تتجاوب جدا مع القصائد. نعم. وفيه ناس لا يسمعون القصائد ولكنهم يميلون جدا إلى الغناء الخفيف. اللي نجد فيه كلمات شعبية. أيوة. في مستواهم. نعم. أو في مستوى أفهامهم. فمثلا كثير من الناس الشعبيين لا يميلون إلى سماع، يعني يحبون عبد الحليم حافظ جدا. يحب أن يستمعوا إليه وهو يغني سواح مثلا. ولكن لما يغني جئت من أين، جئت لا أعلم من أين. أيوة. مثلا يسمعها ولكن لا يردد. فكيف ترى السبيل لإرضاء القسمين في موجود موجود بدليل ان انا بغني سواح وبغني جئت لا اعلم من اين. لكن هذا كمان روش احنا خروج عن يعني الفنان. نعم. يكون له لون خاص. ليه الفنان اللي بيغني يبقى حاطط نفسه في اطار واحد؟ ليه؟ ما دام هو يستطيع انه يؤدي جميع الالوان، ليه يبقى حاطط مثلا نفسه انه يغني قصائد بس، او اغاني شعبيه بس، او اغاني عاطفيه بس، او اغاني راقصه بس؟ الويل يا يمه. ايوه المقطع الثاني. دق الهوى على الباب من يمة الأحباب، قال الحليوة جاي، أتاري الهوى كداب، خبط عليا وغاب وراح مرد علي، لا جاب لي منه جواب ولا حمل له عتاب، ملوش أمان يا خي. الويل يا يمه. الويل دي كلمة برضو مأخوذة من عندنا من الصعيد. أحيانا على معناها. أحيانا الويل. الويل معناها بالعربي، معناها بالعربي الأصيل. طيب ساعات بقى ما يقولوهاش الويل، ساعات يقولوها الوي من غير الوي من غير لام. أيوة. فإحنا بنقول لغنوة الوي يا يمه. فيعني صعيدية إذن هي الكلمة صعيدية. والألحان لشكون؟ اللحن الأستاذ محمد عبد الوهاب. أيوة، ده لحن جديد وأنا غنيته لأول مرة في الحفلات اللي عملتها في تونس. أحلف يمين الله ما عمري قلت الآن ولا أزيت الويل، عيونك الحلوة رمتني عالشكوى، شكت لأهل الحي. أحلف يمين الله ما عمري قلت الآه ولا أزيت الويل، عيونك الحلوة رمتني عالشكوى، شكت لأهل الحي. قوليلي من زيك والله مالك زي
ده البدر من طيك صعب عليه الطيب، قوليلي من زيك والله مالك زي، ده البدر من طيك صعب عليه الطيب، ده البدر من طيك صعب عليه الطيب. الويل 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 قلبي يصحى على حبي ويقوم يغني لي، من الأذان قلبي يصحى على حبي ويقوم يغني لي، وكل شوق وكل شوق وحنان يسمع دعاء الكرام، يسهر ويدعيلي ويدعيلي. قوليلي من زيك والله مالك زي، ده صعب عليه ازاي. طب ما احنا جات علينا فترة كنا بنغني أغاني كلاسيك، أغاني عاطفية، حضرتك قلت عليها أغاني أليمة، ولو إني بعترض على كلمة أليمة لأن حزينة ولا حزينة. الأغنية أغنية فيها شجن بمعنى يعني إنه نوع أرقى بكثير من الحزن. الشجن هو الإحساس الكبير، يعني إحساس عميق. فكنا بنغنيه ونجح بالفعل. إذا كان بيعبر عن احتياجات الجماهير. ويحفر الحب قلبي، يحفر الحب قلبي بالنار بالسكين، وهاتف يهتف بي حذاري يا مسكين، حذاري يا مسكين، حذاري يا مسكين. ويحفر الحب قلبي، يحفر الحب قلبي بالنار بالسكين،